في مباراة كلها أمور تحكيمية، في مباراة كلها كلام تحكيمي كتير. الزمالك بيفوز على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في افتتاحية الدوري المصري الموسم الجديد. مباراة الكل بيتكلم عنها، فيها أخطاء تحكيمية كتير، فيها ضربات جزاء كتير، فيها رجوع للفار كتير. الكل بيتكلم عن ضربة جزاء الزمالك الأخيرة، هي صحيحة ولا لأ؟ هي احتواء ولا لأ؟ خلينا نقول إن بشهادة جميع خبراء التحكيم ضربة الجزاء المحتسبة للزمالك مع نهاية الوقت البدل الضايع غير صحيحة اطلاقا. خلينا نقول اولا، لاعب الزمالك طالع وطاير وداخل برجله على مدافع البنك الاهلي، فاللاعب بيحاول يحمي نفسه، بيحاول يلم دماغه على قد ما يقدر، فدي كده هنا ستوب كده، دينجرس بلاي، احسب يا كابتن فاول على طول او ضربة حرة غير مباشرة على طول لمدافع البنك الاهلي. طيب خلينا تمام، خلينا نكمل. الكرة بتيجي في الارض ومدافع البنك الاهلي بيلف، مش شايف الكوره، بيلف بيدور على الكوره، بتخبط في الارض وبترجع في ايده. هنا برضو ما تحتسبش خالص، لان اللاعب في وضع ان هو مش شايف الكوره، هو بيدور عليها، الكوره بينه وبينها حاجات بسيطه، هو بيلف حركه طبيعيه مش حركه مقصوده، فلا هو شايف الكوره ولا الكوره بينه وبينها مثلا امتار كتير عشان خاطر يقول ان هو ممكن يتفاداها او يلم دراعه، لا هو بيدور على الكوره، فالكوره جايه من الارض لايده، فبرضه ما تحتسبش لمسه يد. بنكمل، واللاعب بيتدخل كمان على مدافع البنك الاهلي، ففيها انذار اصلا على لاعب الزمالك، فبالتالي الكوره ما فيهاش اي ضربه جزاء لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا انك تحسبها في الوقت الحساس ده او مع نهايه المباراه، انك تيجي تحسب ضربه جزاء عليها شكوك كتيره جدا بالشكل ده، فده يخلينا نقول ان في احتواء، ان الاحتواء موجود مع بدايه الموسم. في ضربات جزاء تانية عليها شكوك وليها ما عليها وعليها ما عليها، في بس يعني انا شايف في ناس بتقولك او في خبراء تحكيم بيقولوا لك ان الزمالك ليه ضربة جزاء في بداية المباراة من شد من لاعب البنك الاهلي ضد لاعب الزمالك. انا شايف ان الاتنين بيشدوا بعض، دي وجهة نظري. انا شايف ان الاتنين بيشدوا بعض، لاعب الزمالك بيشد ولاعب البنك الاهلي بيشد، والكرة بتروح في مكان بعيد عنهم، فانا شايف ان الكرة دي برضو مش ضربة جزاء. في ناس تانية بتقولك بقى على ضربة جزاء البنك الاهلي التانية، ان اللاعب داس على ايد عواد وان عواد حاول يلم ايده. طيب انا معاك، انا لاعب بعت الكرة عن عواد وطلع اجري وراها، هوب انا فتحت برجالي عشان احط رجلي في اي مكان فاضي، رجلي بتنزل على ايد عواد، فطبيعي ان ايد عواد تعرقلني، بعد ما بتنزل على ايد عواد انا كمان رجلي التانية بتخبط في جسم عواد. اذا هنا خلاص، ما دام الكوره بعدت عن حارس المرمى والمهاجم هيروح لها، ما تقوليش بقى اصل الحارس بيحاول يلم ايده، فلما ده داس على ايده فهنا خلاص بقى تحتسب فاول على المهاجم البنك الاهلي. لا، اللي انا اعرفه ان خلاص هو الكرة بعدت عن الحارس، اي لمسة من الحارس للمهاجم على طول ضربة جزاء، انتهى الكلام. ده اللي انا عملتوش بقى داس على، ما داس على ايده، طيب ما هو ده بيسحب ايده وده بيدوس على ايده فشد رجله، وكمان الرجل التانية بتخبط في عواد، فبالتالي هي ضربة جزاء صحيحة برضو. واحد تقول لي اصل انت اهلاوي واصل انت منحاز، صدقني انا طالع اقول لك اللي انا شايفه، دي وجهة نظري، انت ليك وجهة نظرك انا هحترمها برضو، كل واحد بيتكلم بوجهة نظره، انا بقول وجهة نظري وبقول ليه، يعني مش بقول لك لا دي مش ضربة جزاء وخلاص، انا بقول ليه. عموما الكلام كله على ضربة الجزاء الأخيرة وإنها تحتسب في الوقت الحساس ده، وهي فيها شبهات كتيرة جدا على حكم المفروض إن هو حكم دولي مش حكم احتواء. فالموضوع غريب وبدأ بدري مع بداية الموسم باحتساب ضربة جزاء وهمية في نهاية الوقت البدل الضايع، مش حتى الوقت الأصلي، لنادي الزمالك قدام البنك الأهلي في مباراة اللغط التحكيمي فيها كتير. انتوا ايه رأيكم في الحالات التحكيمية في المباراة؟ هستناها، هنتناقش مع بعض بمنتهى الادب. يعني انا عارف ومتاكد مليون في الميه ان هيكون في تطاول، والشخص اللي بيتطاول ده انا شايف ان انت ما تسمعش كوره، ما تتفرجش على كوره، الكوره هي للنقاش، انت بتقول رايك وانا بقول رايي، احنا بنسمع بعض، انا طالع بقول رايي. ضربه، في واحد يقول لي طب يعني اللي كانت في اول المباراه في الدقيقه 8 ضربه جزاء للزمالك قول عليها ضربه جزاء، انا هقول لك لو يعني انا لو ما كنتش شايف لاعب الزمالك بيشد كنت هقول لك ضربه جزاء صريحه، لان هنا ممكن يكون في فرصه ان لاعب الزمالك يقدر يلحق الكره، بس شايف الاثنين بيشدوا، يعني انا شايف ده شد وده شد بعد منه. اما بالنسبه لضربه الجزاء الثانيه فاللي انا اعرفه طول عمري من اول ما قلت يا كوره ان ما دام المهاجم نجح ان هو يبعد الكوره عن الحارس،
اي لمسه من الحارس تعيق المهاجم من انه يوصل للكوره فهي ضربه جزاء. تقول لي بقى شد ايده مش عارف عمل ايده، لا، شد ايده دي لو بقى المهاجم هو اللي راح برجله لحارس المرمى، لكن النهارده ده هو يعني خبط في رجل المهاجم الاثنين، فضربه جزاء واضحه. حلقتنا خلصت، سلام.